السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار سلسلة مخبوزات رمضانية. اليوم فيديو رقم 5 غنشارك معكم فيه عجين اللي هي حريرية وناعمة ورطبة بزاف. غنحضروا بها ميني بطبوط معمر بحشوة لذيذة. باش تمشيو فينا البنات على بركة الله. كيف كتشوفوا غنبداو اولا بالحشوة. عندنا 3 ديال الفلفلات خضرين ووحده حمراء، وعندنا بصلة كبيرة. غناخدو البنات مقلاة نوضعوها فوق نار كيف كتشوفوا متوسطه، ونضيف ليها القليل من زيت الزيتون. نخلي البنات حتى يسخن ونضيف ليه البصله اللي قطعتها قطع صغيره، وغادي نبدا البنات نحرك فيها حتى تبدا تنزل. وفي نفس الوقت نقطع حدايا الفلفله الى قطع صغيره بهذه الطريقه البنات. ونبقى مره راده البال المقلاة نحرك معايا البصله. هاد المقلاة البنات ما كتحرقش، ما تخافوش. نقطع الفلافل ومره نحرك البصله حتى تبدا تنزل البنات. عاد نضيف ليها الفلفله تقطع قطع صغيره باش دا غير البنات حتى هي طيح. ونضيفها البصل كيف كتشوفوا. هاد الحشوه البنات غنشاركها معكم، فيها غير البصل والفلفله. من ناحيه الخضر صافي ما فيها حتى شي حاجه كثر البنات، كتجي لذيذه وزوينه. ضفت المكونات معلقه كبيره ديال المعدنوس، غنحركها مزيان حتى ندخلها في الخضر. ونضيف ليها نص ملعقه كبيره ديال الطماطم مصبره او معلقه صغيره عامره. غادي نحركها مزيان حتى هي تندخلها في الخضر، ونغطي واحد 3 دقائق ولا 4 بين ما بدات كطيح ليا الخضره. ونرجع نحيد عليها الغطاء ونضيف ليها القليل من صوص صوجا. نحرك البنات مزيان ونضيف ما يعادل تقريبا 15 درهم او 20 درهم ديال الكفته كيف كتشوفوا. اللي غادي ندخلها مزيان البنات في الخضر ونفرتتها في نفس الوقت. كنحرك وفي نفس الوقت كنفرتتها. ما خصهاش البنات طيب كويرات لانها كتقطع لينا العجين. غنبقى كيف ما كتشوفوا نحرك ونمعك بالملعقه، وفي نفس الوقت نفرتتها كيف كتشوفوا. الطريقه البنات راه سهله، ما تخليوهاش البنات طيب بحال هكا مكوره. وغادي نضيف البنات التوابل اللي واضحه البنات في الصوره كيف كتشوفوا. المقدار دائما بالملعقه الصغيره. غادي نحرك المكونات مزيان، ندخل التوابل البنات في الكفته مزيان وفي الخضر، وغادي نغطيها ونخلي حتى طيب الكفته ونرجع ليها. ثانيا غندوزو للعجين. غناخذوا البنات الخلاط الكهربائي وغادي نضيف ليه 2 كيسان ديال الماء الساخن، ماشي البنات طيب وانما غير دافي القياس ديال العنبه. غنضيف الماء 2 كيسان ديال العنبه ديال السميد رقيق ديال الحرشه كيف كتشوفوا البنات. غادي نخلط المكونات كلها في الخلاط. غادي نضيف ياغورت طبيعي بدون سكر، ثم كيس من الخميره الفوريه او معلقه كبيره مع مراش ممسوحه. ونضيفوا الملح البنات وكتبقى دائما حسب الذوق. انا ضفت ملعقه صغيره عامره و2 معالق صغار عامرين ديال العسل. اللي ما بغاش يدير العسل يدير سنيده. غادي نطحن المكونات كامله ونرجع البنات. هنا غربلت في اناء ديال الخلط 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض البنات. بعد ما خلطت المكونات وضعتها في هاد لو بول باش نضيف الدقيق الابيض. هنا عندي ربيع كاس ديال زيت الزيتون اللي غنخليه عفوا حتى الاخير. عاد غنضيفوا العجين. كنضيف البنات الاناء ديال العجانه وكنبدا نضيف في 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض اللي مغربلين على شكل دفعات. انا ضفت دابا الدفعه الاولى، غادي ندخلها مزيان في الخليط ونضيف الدفعه الثانيه كيف كتشوفوا، ونعاود ثاني نخلط مزيان، وعاد نضيف الدفعه الثالثه. وعاود ثاني غادي نعاود نخلط ونشوف الا كان باقي خاصني الدقيق غنشاركها معكم. العجين مازال البنات محتاجه للدقيق.
هنا غربلت كاس ديال العنبه، غنضيف منه 2 معالق كبار عامرين وغادي نعجن مزيان، وغنقول لكم شحال قدني ديال الدقيق. العجين هنا كيف كتشوفوا وصلت المرحله اللي بغيت. غادي نضيف ليها ربيع كاس ديال زيت الزيتون، وغادي نزيد في الجهد ديال العجانه ونخليه يدخل مزيان في الخليط. الدقيقه البنات الكاس اللي غربلت في الاخير ضفت منه العجين غير 2 معالق ديال الدقيق. هنا كندهن يديا بالزيت وكنزول الاناء ديال العجينه من العجانه، وانا غنقول لكم شحال زدت ديال الدقيق، يعني تقريبا نصف كاس. عندنا 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض ونصف. صافي كنعاود ندهن يديا كنجمع بها العجين في الوسط. انا كندهن البنات بزيت الزيتون. شوفوا البنات شحال ناعمه وشحال لينه بزاف، شوفوا شحال رطبه وما كتلصقش بالايد. كنضيفها في الوسط ديال الاناء ونغطيها بالفيلم اليمونتير كيف كتشوفوا، ونزيد عليها من الفوق منيديل ونخليها تخمر. وندوزو للمرحله الثانيه اللي هي الكفته. بعد ما نشفات البنات مزيان وطابت كنورك عليها مزيان حتى نفرتتها ونخليها تبرد جانبا، ونرجع للعجين اللي ضاعف الحجم ديالها كيف كتشوفوا. غادي ناخذ لاطه وغادي نرشها بالدقيق الابيض ونمسح سطح العمل ونرشو حتى هو بالدقيق الابيض. انا هنا الاولى البنات خدمت بالدقيق الابيض هو اللي رشيته باش ما تلصقش ليا العجين، وعاد في الاخير غنبدا نقرص بالفينو. كيف ما كتشوفوا غادي نخوي العجين فوق سطح العمل. شوفوا كيفاش دايره البنات، راه كتبان لكم بانها لينه ورطبه بزاف، قطنيه وزوينه. غير جربوها البنات، راها ما غاديش تخطاكم، غتنفعكم بزاف باش توجدوا بها جميع انواع المملحات. البنات بعد ما طلقتها فوق سطح العمل شوفوا البنات مرخيه بزاف. كنعاود نفرش لتحت منها الدقيق الابيض باش ما تلصقش. صافي ونقطعها بهذه القطعه الدائريه. صافي ونجمع البنات البقايا ديال العجين، راه ما حدي كنجمع فيها وهي مازال كتخمر، وغادي نرجعها للبلاستيك الغذائي ونخليها جانبا. وناخذ البنات جهد ملعقه صغيره عامره ديال الحشوه ونبدا نوضعها في الوسط ديال الدائره كيف كتشوفوا. راه ساهله الحشوه البنات، ضروري خصها تبرد. هنا راه بارده تماما باش ما تقطعش لكم العجين. وصافي كنخدم بهذه الطريقه نعمر البنات كل شيء. عاد نبدا نجمع الجميع ديالهم البنات دير بحال الصريرات داغي كيتجمعوا مع العجينه رطبه بزاف، ما تخافوش منها. جمعوا وحطوا البنات في الدقيق الابيض. شوفوا راه بحال الشكل ديال الصريره. الا جاتكم شي وحده كبيره حاولوا تنقصوا منها باش يجيو متساويين. ومن بعد البنات كناخذ الفينو وكنعاود نقرصهم بالطريقه اللي كتشوفوا في الصوره. هنا بعد ما قرصتهم ناخذ بلاطو او لاطه ندير فيها منيديل ونرش عليه الفينو باش ما يلصقوش ونحط فيهم. كنستمروا البنات نكملوا الكويرات كاملين، ومن نكملوا غادي نسرحوا العجين اللي بقات لينا من الجوانب كيف كتشوفوا، ونقطعها حتى هي بنفس الطريقه ونعمر بنفس الطريقه ونقرصهم كيف كتشوفوا، ونوضع فوق منيديل باش ما يلصقوش اللي راشه فيه الفينو. البنات هذا المخمار راه كيجي خيالي، كيجي رطب بواحد الدرجه ما تصوروهاش. غير جربوا. انا هاد العجين راه ماشي بالضروره تصايبوا باغا المخمار، راه كتليق بيتزا، كتليق لجميع المملحات الرمضانيه. البنات راه غادي تنفعكم بزاف، كيف اي شكل بغيتو تشكلوه بها يمكن لكم تشكلوه. صافي كنستمر باش كنضيعش العجين كامله كيف ما كتشوفوا، وغادي نغطيهم حتى يخمروا. هنا البنات بعد ما المخيمرات خمروا لينا غناخذ نشعل النار متوسطه كيف كتشوفوا، نوضع فوقها المقلاة الثقيله
ونخليها البنات حتى تسخن، وغادي ندهنها بالزيت. لكم الاختيار، الا بغيتو تدهنوها بالزبده اللي عجبكم. هنا كندهن فيها بالزيت ونستنى حتى يسخن صافي. ونبدا البنات نضيف المخيمرات الصغار، كنوضعهم بهذه الطريقه. البنات قد ما كانت البوطه مهيله قد ما يطيبوا لكم مخيرين، لا من الفوق لا من التحت. الا كانت البوطه مجهده، انا راه ديما كنقولها، لا في المسمن لا في المخمار ما ديروا ما تحاولوا ما تجهدوش البوطه، لان البوطه كتشوطهم وكتخليهم من الداخل خضرين. منين نحسوا بهم البنات خمروا وشدوا من التحت، نبداو نقلبوا فيهم بهذه الطريقه. هاد المخيمرات البنات راه مطلوبين بزاف في رمضان المبارك ان شاء الله. الله يبلغنا رمضان. وصافي كنبقاو البنات نقلبوا فيهم بهذه الطريقه ساهلين. وراه داغي البنات كيبداو يتحمروا وما كنبقاوش نقلبوا فيهم، كنبقاو غير ندفعوا فيهم بحال هكا، ندوروهم على المقلاة باش يستافدوا من السخونيه ديالها كامله. مره كنقلبوا نشوفوا حتى كيطيبوا كاملين من الجوانب كلها. شوفوا البنات راه واحد الرطوبيه فيهم، يمكن لكم تجربوهم عاد غتاكدوا. صافي كنبدا نحيدوهم. ملي غنحيدوهم البنات غناخذوا زويف ولا كلينكس وغنمسح، او ورق المطبخ، غنمسح هذاك الفينو باش ما يحرقش ليا المخيم، يتحرق ويلصق ليا في المخمار ويجيو المخيمرات محروقين. كنمسح البنات هذاك الفينو كامل وكنعاود ندهن من جديد بالزيت ونعاود نضيف المخمار اللي باقي. عاوتاني البنات مهما كنرميه كنحس به من التحت شد وطلع، راه كيخمر داغي فوق المقلاة. كنبدا نقلب فيه عاوتاني بهذه الطريقه. راه ساهل البنات وكيطيب فيسع وكيبقى رطاب. ما غاديش نعاود لكم شي هاد العجائن كلها اللي شاركتها معكم في هاد سلسله المخبوزات على قناتي اطباق واذواق من مطبخي. البنات كلها ما غتندموش الا جربتوها، لان اي حاجه خدمتوها بها راه الحاجه الوحيده الزوينه فيها هي انها كتصبر مده طويله. وانا كنقولها في اي فيديو حطيته، كنقول لكم راه تيصبروا. من الاحسن انكم تجربوا باش تاكدوا. وعاوتاني البنات ملي كنزول المخمار اللي كيطيب ضروري كنمسح الفينو اللي كيبقى لاصق وكنعاود نزيت بالزيت المائده. البنات هنا بعد ما كملت المخمار كامل، شوفوا البنات شحال رطب، شوفوا من الوسط كيفاش كيجي هائل وكيجي روعه. كنتمنىكم تجربوه. مخمار في المستوى غادي ينفعكم بزاف في رمضان المبارك. ضروري تجربوه وما تنسونيش من لايك ومن البارطاج. الى فيديو قادم مع طبق جديد يكون سهل وبسيط، والسلام عليكم.